أصبحنا أضحوك أمام المغرب. لو أقصي المغرب سنتقبل الأمر، لكن أن يتأهل المغرب ونحن نخسر فهذا لا يمكننا تقبله. إن شاء الله يروحوا يديو حتى لا كوب دي موند كاع يديوها. انتم هنا ما كاش، هدمتوا الفوتبول، درتوا صور، بنيتوا لا ميراي دو شين على الناس اللي كومبيتون، غلقتوا عليهم بلي ريزو، تخلصوا سارتا بالمعارف تاعكم بالجهويه تاعكم بكلش. فوزاد انكابابل دوميني لالجيري. كاش اللي يشرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة قدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بين الناس الكل حقيقة كعرب وكافرقة، مرجع في العالم، تتقرر المغرب في العالم. الفرق بيننا وبينهم وقت اللي تفرجوا المغرب. ابتدي اتوقع واقول ان المغرب من الدول المرشحه انها تاخد كاس العالم. ايه الاداء العظيم ده؟ ايه العبقريه دي؟ ايه الثقه دي؟ والاهم ايه الطموح ده؟ ايه الطمع ده؟ المغاربه طماعين بشكل غير طبيعي، وده الطمع المشروع، ان يبقى عندك طموح وما تبقاش طموحلس، ان انت نازل تكسب مش نازل تعمل اداء مشرف. المغرب فورما الحالي طار حكيمي بلوز او موان اللي اي اونكور اون دون دو سي ساعات يعدي ماتش عالي توب جدا. الفورما الحاليه نتاع اللاعبين عالمي طيبه جدا في اوج العطاء، والشيء هذا ريناه. وخط هجوم قوي جدا ايضا، عندهم يعني الخبره اللازمه. اقوى المرشحين هذه السنه، عنده فريق قوي جدا. المرشح الاول يملك مهاجمين من العيار الثقيل، جيل من اللاعبين الناشطين في اقوى الدوريات الاوروبيه. المغرب يبقى من بين المرشحين للتتويج بكاس العالم، منتخب مشكل من نجوم ينشطون في اوروبا، يملك مدرب قوي تكتيكيا، مدرب ممتاز جدا، يملك لاعبين نجوم في اعلى مستوى يلعبون في اوروبا. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين للتتويج بكأس العالم، منتخب مشكل من نجوم ينشطون في أوروبا، يملك مدرب قوي تكتيكيا، مدرب ممتاز جدا. المخالفة تخرجها خدمة متاع المدرب، صحيح. تريد تتفرج تفهم كورة، تعرف فما إنساني. الهدف الثاني والله كنت نتمنى وأنه يخرج، لأنه كنت تعب ومش يعمل في المقابلة باهية. ولدنا ابراهيم دياز اللي يتفرجوا معايا وقتهم ابراهيم دياز تعب وتوا ولات المقابله كذا. اعطاك اسيست الثاني، سكتني. انت ما حبيتش تسكتني، هو سكتني. ثم الهدف الثالث كان قبل الهدف الثاني اروع من 3 أهداف. الكره الراسيه اللي تضرب على القائم يا رحيمي. المغرب في الشوط الثاني امتاع وابداع. المغرب في الشوط الثاني كره اخرى، ويظهر لي اعرض نتيجه باش نشاهدوها 3-0 في مقابله احصائيه، صحيح، مع بلد منظم تحب ولا تكره لانه جنبه. معناها المغرب اليوم ما عادش نحكيو على كونه المغرب 2022 مفاجاه. اليوم للناس اللي في الغرب يقول لك بلد عربي، نقولوا المغرب 2026 مفاجاه عليكم. مفاجاه عليكم، تفجع فيكم. المغرب اليوم حقيقة كي نتفرج اعطيتها مثال ايضا، لانه المغرب تخليك تشعر، راهو تخليك تفكر كيفاش باش تحكي على المغرب والانجاز وراء انجاز. المغرب هو ال4 مواسم يعيشهم لك في المقابلة، يعيشك الخريف والشتاء ويعيشك الصيف والربيع. معناها مرة تجرس، مرة تسخن، مرة تشمس، كل الفصول موجودة مع المغرب. تحية للمغرب وللمغاربة. المغربي آخر إلى دور الثمانية من كأس العالم كابتن جاسم نواجي. يعني المغرب في المركز السادس في تصنيف الفيفا، في المونديال الماضي في المركز الرابع، وتأهلت وهي بطلة لإفريقيا. واليوم المدرب محمد وهبي يصرح ويقول هدفنا الفوز بكأس العالم. هل تمتلك برأيك المغرب المقومات اللازمة للوصول إلى النهائي والفوز بهذه البطولة؟ طبعا بالنسبة للمقومات، المنتخب المغربي أكيد يملك المقومات اللي يستطيع يحصل فيها كأس العالم، لأن أغلب اللاعبين أو كل اللاعبين اللي لاعبين بأوروبا يعني العقلية الأوروبية موجودة عند اللاعبين، عقلية الفوز. حتى في لاعبين يعني مثل أشرف حكيمي، دياز، عم تلعب في أندية من أفضل الأندية على مستوى العالم. يعني لما يكون موجود عندك هاي العقلية الاحترافية وعقلية الفوز، فأنت كمدرب أكيد ما صرح هذا التصريح إلا يعرف نوعية اللاعبين، جودة اللاعبين اللي موجودة عنده. يعني اليوم مدرب وهبي مدرب صراحة أثبت أنه مدرب كبير،
يقرأ المباريات بشكل جيد، يتوفق. حتى الأمر هذا مهم للمدرب، إنه لما يبدل يتوفق بالتبديلات. نعم. عم يتوفق بالتبديلات. أنا برأيي مثل ما تفضل الكابتن أحمد، المغرب كان مشواره صعب جدا صراحة، يعني حتى وصل للربع النهائي وراح، وحتى بالربع النهائي راح يصطدم بمنتخبات من أفضل المنتخبات، يعني عكس الأرجنتين أصعب طريق اللي طريقها سهل، إنجلترا، إسبانيا. فعلا أصعب طريق مشى فيه المنتخب المغربي، لحد الآن أثبت جدارته. فأنا أتوقع المنتخب المغربي يصل لأدوار أفضل إن شاء الله.